يا مساء الفل، عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل حبة مخلل مشكل تحفة حكاية من اللي هو بيتباع بقى في المحلات كده. بس قبل ما نبدأ بقى الفيديو، يا ريت بقى اللي بيتفرج علينا وما اشتركش في القناة يشترك. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك وقولوا رأيكم. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه. دول 8 كيلو لفت، جبتهم كده. شلت اللي هو الحاجات طبعا كل اي حاجه شكلها مش عاجبنا كده نروح شايلينها، نضفناها تنظيفه حلوه. شلنا بقى اللي هو العروش اللي فيه، انا سبت فيه حاجات بسيطه كده، دي بيبقى طعمها حلو. ما رميتهاش كلها، يعني عايزين تشيلوها خالص شيلوها، عايزين تسيبوا منها سيبوا، هو طعمها حلو. بص بقى انا هقطعها، اللي عاوز يقطعها صوابع ماشي، اللي عاوز نقطعها مربعات مربعات صغننه دي بيبقى حلوه، تبقى القطمه بقطمتها كده حلوه. لا يعني إيه، مره واحده كده عشان ما نقطمش منها ونسيبها، هتبقى احسن من الصوابع، مش هتتهري بسهوله يعني. مربعات كده صغيره. بس بقى اي حاجه بقى فيها حتت يعني، اللي هو الحتت اللي عامله زي السفنجه دي بلاش منها خالص اساسا، نرميها. بس طبعا انا كنت نضفتهم وغسلتهم بقى كده، وهنقطع بقى زي ما احنا عايزين، مربعات شغالة، صوابع شغالة، عايزين اكبر من كده شغال، كل واحد حسب ذوقه. تمام. بقى هقطع كل الكمية ديت. بصوا بقى دي الحتة اللي هي السفنجية ديت، انا بروح شايلاها واخد بس اللي هي الحتة الناشفة، عشان دي بيبقى طعمها مش حلو. بصوا بقى انا كده خلصت، مفضلش معايا غير كام واحدة. طبعا احنا لسه هنغسله تاني، هنخلص كل الكمية ونغسلهم غسلة حلوة. ولو رجعت لما يكونوا حتت يعني كذا واحدة ببعض، بروح ماسكاهم، يعني بيبقى في قلبها طينة كده، بروح مفتحاها وغسلها حلو. بس بقى لما تجيبوا اللفت ما تجيبوش اللفتاية الكبيرة، اللفتاية الكبيرة بتبقى هي اللي بايظة. هاتوها الصغيرة ديت المدورة المبططة دي حلوة، دي ما فيهاش فيها اللي هو الشيخ كتير دي. بصوا اي حته الاقيها اسفنجيه كده اروح رميها، ده كله دوت اسفنج. بص ما طلعتش منهم كتير لان انا جايبه لفت صغير اساسا. هنا بقى اخدهم كده واروح غسلاهم تاني، طبعا انا غسلاهم حلو، بس لازم برضو نغسلهم غسله كمان، عشان العروش ديت لو فيها اي حاجه من جوه هنغسلها ونفردهم كده، اي طينه بقى نطلعهم منها. بص بقى دي كانت واحده تايهه مننا كده، فقلنا نقطعها بالمره. بص بقى اللفتاية الصغيرة اللي هي المدورة المبططة دي مفيهاش حاجة بايظة، مفيهاش حاجة اللي هي الاسفنج دي. بصوا دول 8 كيلو. بصوا بقى كده دوت، انا هروح بقى عشان اغسلهم غسلة تمام واقول لكم هنعمل فيهم ايه. كده لا كده احنا غسلناهم صح، غسلناهم. بصوا بقى انا بقى مش هخليلهم في نفس الوقت، هعمل ايه، احط عليهم 3 معالق ملح كده او معلقتين مليانين كبار حسب الكمية اللي عندي، واروح ماسكاهم. دول معلقتين ملح كبار مش يعني مش صغيرين، يعني لو احنا عبيناهم معلقه الممسوحه دي كبيره هيبقوا 3 معالق، فانا حطيت معلقتين كبار هرميين كده، واروح ماسكاهم مقلباهم كلهم مغلفاهم كده بالملح واسيبهم. طبعا انا كنت عاملاهم بالليل كده فمش مش هاجي جنبيهم خلاص، هبيتهم للصبح. شفتوا بقى ريحه اللفت اللي بيبقى لسه متخلل وليه ريحه نفاذه كده، بيبقى فظيع ما بنطقهاش. لما يبات في الملح دوت بقى مش هيبقى فيه الكلام دوت. كده انا هركنهم للصبح. بس بقى معايا قرنبيطه، طبعا انا جبت قرنبيطه كده، دي القرنبيطه دي ب5 جنيه، جبت واحده.
احنا عايزين نعمل حبة مخلل مشكل كده تحفة. بصوا بقى القرنبيطة ديت، وعندنا جزر، ونجيب كمان لو في فلفل حط معاهم فلفل، انا عندي فلفل. بصوا بقى انا همسك القرنبيطة كده هفصصها حتت زي ما احنا نحب، حتت صغيرة ماشي، حتت صغيرة كبيرة ماشي، زي ما احنا ايه حابين نقطعها. بصوا بقى انا همسكها كده افصصها الحجم اللي انا يعني حباه، بس مش بالحجم ده، وطبعا انا اقطعهم لسه حتت صغيرة، فصصها حتت صغيرة. بصوا بقى اطلعها وردات صغنونة كده. الوردة الصغنونة ديت انا مش هاجي جنبيها، يعني مش هقطعها تاني، لكن اللي هما الكبار دول هقطعها نصين. بصوا بقى انا هغطي اللفت كده واسيبه بقى على جنب طبعا للصبح، وهمسك بقى حبة الجزر دول كده اقطعهم تقطيعة حلوة. هنا بقى انا كنت نضفت الحاجة دي وسبتهم كده، احنا تاني يوم الصبح بقى كده خلاص نضفت معاكم، نضفت الجزر بقى والحاجة جهزتها من بالليل وسبتها كده. انا هقطع بقى الجزر كده نفس تقطيعة اللفت، مربعات كده صغيرة زي ما احنا بنشتري من بره من المحلات كده حلو، بس احلى من بره كمان. هوريكم في الاخر شكله عامل ازاي. كده طبعا ده بتاع كيلو مثلا جزر، لان الجزر اللي عندي كبير. بصوا بقى نقطع بالقطاعة دي بتدي شكل حلو، بالسكينة شغالة هي بتدي بس اللي هي المضلعة دي زي المحلات كده. طبعا اللفت اليومين دول رخيص، والجزر مش غالي، يعني كيلو ونص ب10، في ناس بتبيعه بكيلو وربع ب8، والقرنبيطة مش غالية، يعني في ب5 وفي ب6 وفي ب8، كل واحد حسب ما بيبيع. يعني نعمل حبة مخلل من الاخر. اوريكم بقى هنعمل ايه في القرنبيط. طبعا كان عندي حبة فلفل كده قطعتهم. بصوا بقى القرنبيط انا بقى خدته الاول بعد ما قطعته، رحت غسلاه غسلة حلوة، ودي مية مغلية، لازم نحطه في مية مغلية، مش هينفع نخلله من غير مية مغلية، مش هيستوي كده. هنقعه مثلا بتاع ساعة او نص ساعة، واحط له حبة كمون، رشة كمون كده، واروح ايه مقلباه تقليبة حلوة كده في المية والكمون، واركنهم على جنب ساعة عشان يطرى سنة ويطلع كل الغازات اللي فيه بقى، وعشان هو كمان لما يتخلل كده هيبقى ليه ريحة، ده كده يبقى ليه ريحة، وهيبقى ليه كمان مريم على الوش اللي هو المية البيضة ديت. تعالوا بقى اوريكم اللفت بعد ما بات بقى في الملح، شايفين المية؟ طبعا المية دي انا مش عايزاها، انا هتخلص منها. بصوا بقى ملح طبعا اللي نزل كل المية دي. بصوا الحركة دي مهمة جدا طبعا، عشان خاطر الريحة اللي احنا بنشمها لما نيجي نفتح اللفت بعد ما يستوي كده، مش هيبقى ليه ريحة خالص. بصوا بقى كده القرنبيط خلاص المية بردت، طبعا خد اللي هو صدمة المية السخنة كده. هضيف كل ده بقى كده على بعضه كده، قرنبيط بقى باللفت بالجزر بالفلفل كده، خلاص المية دي مش عايزاها تاني برضو. كل ده كده مغسول، اهم حاجة نغسل الحاجة حلو بقى. بصوا هنا بقى انا عندي الفلفل اللي هو الحلو الرومي دوت اللي هو الاحمر، انا رحت جايبه حبه كده فرمتهم بقى في الكبه، وهوريكم بقى السر بتاع اللون المخلل بتاع بره، من غير بنجر ومن غير اي حاجه.
شايفين بقى الفلفل دوت، انا ما حطيتش شطه حمراء اللي هي الحاميه، انا حطيت الفلفل الرومي الاحمر. بصوا بقى بيدي شكل تحفه. كده بقى احنا لبسنا له بقى جوانتي كده عشان نقلب براحتنا، عشان ما نضمنش برضك الفلفل الاخضر دوت يكون حامي يخلي ايدينا تولع كده، نتلاشى كل الحاجات دي. بصوا بقى كده انا قلبتهم قليبه تمام. لازم نحطهم بقى في حاجه كده كبيره عشان نقلبهم كلهم كده، ايه، ياخدوا كله يتغلف بالهريسه اللي انا عملتها ديت، الفلفل الاحمر. بصوا شكله لوحده يفتح النفس كده، هو لسه ني. بصوا بقى، انا طبعا اول ما ابتديت في المخلل كده كنت حاطه ميه على البوتاجاز غليتها، عبط ما خلصت طبعا ده كله كانت الميه ايه بيردت. اللي انا نقعت فيها، اللي انا خدت منها نقعت منها القرنبيط. طبعا احنا سيبنا القرنبيط في الميه ساعه، كانت الميه بردت وبقيت إيه تمام. انا هنا حطيت في البرطمان من تحت ورقتين ورق لوري. شايفين الميه اللي نزلت بقى من الفلفل عامله ازاي؟ ده سر اللون بقى من غير بنجر. ايه رأيكم بقى؟ حاجة كده تحفة. طبعا انا هكبس بقى البرطمان كده، طبعا اللفت عشان اتنقع في الملح من بالليل، فهو ما بقاش ياخد كمية كمان في البرطمان. انا لو كنت عبيته على طول في البرطمان من غير ما نقعه في المية في الملح دوت، كانش هياخد كان هياخد اكتر من كده. بس بقى المية ديت دول 5 كوبايات مية، ماشي. هحط على كل كوباية مية معلقة ملح. دول اول حاجة حطيتهم معلقتين سكر. هنا بقول لكم 5 كوبايات مية، على كل كوباية مية معلقة ملح، وحطيت معلقتين سكر. نعد 2، ممكن يكون أنا نسيت 3، 4، وادي 5. طب ده كده بقيوا 6، يبقى دي المعلقة الزيادة. احنا حطينا كده معلقة زيادة، نص معلقة شطة. يبقى احنا حطينا على كل كوباية مية معلقة ملح، وزودنا معلقة كمان، ومعلقتين سكر. ولا هنحط بنجر ولا اي حاجة. بص بقى انا دقته لقيت حقيقة مظبوط. وهحط هنا معلقة خل واحدة مش اكتر اهي. يبقى انا كده حطيت على كل كوباية مية معلقة ملح، معلقتين سكر. على 5 كوبايات مية زودت معلقة ملح زيادة ونص شطة. ونغطي بقى المخلل دوت بكل المية دي. شايفين المية اصلا اول ما انا بحطها بتبقى عاملة ازاي؟ شايفين؟ ولا بنجر ولا اي حاجة ولا اي لون ولا اي حاجة. كده انا غطيته بالايه، بالمية، وحطيت كل برطمان من دول ورقتين لوري. شايفين اللون؟ مفيش بنجر مفيش اي حاجة. هنا بقى انا كبساهم على الاخر، مش مخليه بقى فيهم فراغ ولا اي حاجة. كده بقى لازم نقفل البرطمان حلو بايه، باسترتش او كيس تلاجة،
عشان ايه ما يخشوش اي هوا ولا اي حاجة. انا هقفلهم بقى قفلة كده تمام، عشان مفيش اي نفس يطلع ولا يدخل للبرطمان، ده لازم يعني. كله بقى كده هعمله كده بالاسترتش. كيس تلاجة طبعا في غطا. طبعا انتوا لو عايزين تحطوا خيار حطوا، انا ما حطيتش خيار الصراحة، يعني انا لما بحب اخلل الخيار بحب اخلله لوحده، لان يعني اظن ان كل دوت ممكن يستوي كله مع بعضه، ممكن الخيار يستوي قبليهم، فانا ما حبيتش احط فيهم خيار. اللي عاوز يحط خيار يحط. بصوا بقى انا برشمت كل البرطمانات كده برشيمه تمام. اي حاجه بقى مهويه كده اروح مقفلاها تقفيله تمام كده. ممكن كيس تلاجة، مش لازم السريتش خالص. طبعا احنا ممكن نعمل نفس الطريقه ديت في اللفت، بس ممكن ما نحطش ولا جزر ولا القرنبيط ولا فلفل، ممكن نعمل اللي احنا عملناه ده كله في اللفت بس، نفس الطريقة، نفس السكر ونفس الملح ومعلقة الخل الشطة. هريسة ماشي. ولازم المية المغلية دي اساسي. كده بقى انا قفلتهم كده تقفيلة حلوة ونركنهم بقى كده. اقول لكم باي واقول لي رأيكم، ما تنسوش